الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. دعاكم إلى خير الأمور محمد، وليس العوالي في القنا كالسوافل، فصلى عليه الله ما ذر شارق وما فت مسكا ذكره في المحافل. فالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا إمام الأنبياء ويا شيخ المرسلين ويا باعث العرب من بعد الذل والتفرقة ومخلد مجدهم في التاريخ أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها المسلمون، فها هي الكلمات تتزاحم في خاطري ويحار فكري بأيها أبدأ. لقد سرقت فرحة النصر كل الكلمات، لقد سرقت فرحة النصر كل العبارات، فليت شعري بأيها أبدأ. لكن لا يسعني إلا أن أرفع الصوت قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. الحمد لله الذي بيده النصر والتأييد، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحميد. الحمد لله منزل الكتاب ومنشئ السحاب وهازم الأحزاب. الحمد لله القائل في محكم الكتاب: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ها نحن الآن نتقلب بين ظهراني نصر الله. ها نحن الآن معشر المسلمين نتقلب بين ظهراني نصر الله، فجدير بنا أن نكثر من التسبيح والاستغفار على هذا الانتصار. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إنه سيد الاستغفار كما تعلمون، فأكثروا منه مع التسبيح شكرا لله على هذا الانتصار. واعلموا رحمكم الله
أن ربكم قد قال في كتابه الكريم وقوله الحق: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، والله إن مع العسر يسرا، والله إن مع العسر يسرا. وقال أيضا: سيجعل الله بعد عسر يسرا، والله سيجعل الله بعد عسر يسرا، والله لقد جعل الله لنا بعد العسر يسرا. هل هناك أعظم من ذاك العسر الذي كنا فيه؟ ألم يجعل الله لنا من بعده يسرا؟ بلى والله، لا ينكر ذلك إلا جاحد أو معاند. لقد رأينا يا رب، تباركت يا رب، لقد رأينا مصداق آياتك العظام في طاغية المجرمين، في طاغية الإجرام مدنس بلاد الشام. فنظام المجرمين الكفار وعلى رأسهم المخذول بشار قتلوا الآلاف من العباد، اعتقلوا وعذبوا واضطهدوا الآلاف على رؤوس الأشهاد، هجروا نصف سكان البلاد، بل دمروها. روح شوف محلات ثانية يا مسلم، مدن خاوية على عروشها. من الذي دمر هذا؟ دمروا البلاد، أكثروا فيها الفساد، بل فاق طغيانهم طغيان أصحاب ذات العماد. فلما اشتدت الأزمة على المسلمين والكربات وضاقت بهم الرحبات، ويئس المسلمون من الفوز، ويئس المسلمون من الفرج والنجاة، جاءهم النصر المبين، جاءهم نصر رب العالمين، فاندحر المجرم اللعين وولى جيشه هاربا بين قتيل وطعين. نعم، ولى جيشه هاربا بين قتيل وطعين، وسقط نظام الكفر والنفاق، سقط نظام الكفر والنفاق، ودوى سقوطه في الآفاق، وفرح بهذا السقوط المسلمون على الإطلاق. الله أكبر، الله أكبر. طابت الأخبار وتلألأت في أرضنا الأنوار. يا أرض سوريا، يا أرض سوريا، لنصرك زغردي ولتفتخر بنشيدها الأطيار. سقط النظام، سقط النظام، أليس هذا ما ابتغى شعب الفداء وردد الأحرار؟ هرب الجبان، هرب الجبان، وغيبت أخباره وتحققت برحيله الأوطار. نعم، سقط النظام، أليس هذا ما ابتغى شعب الفداء، شعب سوريا، شعب أكبر ثورة على مر التاريخ، شعب سوريا صاحب أعظم ثورة على الإطلاق. سقط النظام، أليس هذا ما ابتغى شعب الفداء وردد الأحرار؟ كم رددتم معشر الأحرار؟ في الساحات يسقط النظام، سقط النظام، سقط النظام، أليس هذا ما ابتغى شعب الفداء وردد الأحرار؟ هرب الجبان وغيبت أخباره. أين المجرم الخنزير ابن الخنزير أجل الله السامرين؟ أين هو؟ أين أخباره؟ هرب الجبان وغيبت أخباره وتحققت برحيله الأوطار. والله لقد تحققت الأمنيات كلها، والله لقد تحققت كل الأمنيات. لا ملاحقات، لا اعتقالات، لا قتل ولا اعتداءات. تحقق
بفضل الله. تحققت كل الأمنيات برحيل هذا المجرم الكافر السفاح. نعم، إن هذا الانتصار، إن هذا الفرج بعد الضيق ليجعلنا أكثر يقينا بأن الشدائد مهما تعاقبت على المؤمن على مر السنين فإن فرج الله قريب من المؤمنين. ها قد لقينا هذا، لمسناه بأيدينا، رأيناه بأعيننا. ما مر شعب من الشعوب بمحنة كالتي مررنا فيها أبدا على مر التاريخ يا مسلم، ومن يدرس يعرف ما مر. ومع هذا كان فرج الله قريب، مع أن الشدة ما دامت سنوات، دام الضيق سنوات، لكن فرج الله قريب. يجب أن يكون هذا النصر، أن يجعلنا هذا النصر أكثر يقينا بأن فرج الله قريب من المؤمنين. ناهيك عن تلك الآيات التي قصها علينا الباري عز وجل في آياته البينات. هذا إبراهيم عليه السلام لما اشتدت عليه الأزمة وأحكمت إحكاما ألقي في النار، فقال الباري عز وجل للنار كوني بردا وسلاما. من منا يتوقع أنه إذا ألقي في النار خرج سالما؟ إنه إبراهيم عليه السلام أضرمت له نار تلتهب، ألقي فيها، فقال الباري عز وجل، قال جامع الأولين والآخرين، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج يمشي وما به من بأس. هذا يونس عليه السلام التقمه الحوت فاستنقذه الباري عز وجل، من باطن الحوت فاجتباه وجعله من الصالحين. من منا يتخيل، يتصور، يتوقع أنه إذا التقم الحوت شخصا سيعود هذا الشخص إلى حياته؟ لا أحد يتخيل هذا، لكنه فرج الله الذي هو قريب من المؤمنين. استنقذه الله من باطن الحوت واجتباه وجعله من الصالحين. إنه الفرج بعد الشدة، إنه الفرج بعد الضيق. إذا تضايق أمر فانتظر فرجا، فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج. اسمع إلى هذه القصة ولا أريد أن أطيل أكثر. هذا يزيد ابن أبي مسلم أحد أولاد إفريقية، طلب محمد بن يزيد، لاحقهم شامخ، فلما عثر على محمد جيء به إلى يزيد، وكان بيده عنقود من العير، يزيد بإيده عنقود. فقال لمحمد، لهذا الأسير، يا محمد لطالما سألت الله أن يمكنني منك. شو قال له هذا الأسير المسكين؟ قال له ولطالما سألت الله أن يجيرني منك. قال والله الوالي، والله لا أجارك ولا أعاذك، والله لا أقتلنك قبل أن آكل هذه الحبة من العنب، والله لو أن ملك الموت سابقني إلى قبض روحك لسبقته إليها. أمر به فشد وثاقه ووضع على النقاب، بساط يوضع تحت الذي يراد له أن يقتل. وضع البساط، شد وثاقه، أشهر السياف سيفه ووقف فوق رأس محمد. وإذا بالمؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وضع العنقود وذهب يصلي بالناس إمامه.
لأنه والي هو الإمام، حط العنقود ذهب يصلي بالناس إماما، وكان أهل أفريقيا قد تآمروا على قتله. فلما ركع أهوى أحدهم على رأسه بعمود فقتله. رجع الناس إلى محمد فحلوا وثاقه وقالوا له اذهب حيث شئت. فسبحان من قتل الأمير ونجى الأسير، سبحانه الذي نجى شعب سوريا الأسير من ذاك المجرم الحقير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله حمدا دائما كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأنجم الغرر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة عبد يعلم أنه يسمعه ويراه، ولا تؤثروا على طاعة مولاكم أحدا سواه، وتحققوا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يرفع ولا يضع ولا يصل ولا يقطع أحد إلا الله. وبعد أيها المسلمون، من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة النصر، أن يعود الناس إلى المحبة والوئام، أن ننسى ما حصل فيما بيننا. واحد زورني، واحد اتكلم علي بكلام غير لائق، واحد شتمني، واحد سرق من عندي، واحد. يجب أن نعفو عن كل هذه الأمور. كل هذه الأمور يجب أن تسقط. الذي يجمعنا أكثر من الذي يفرقنا. هذه أشياء تافهة. شتمت أبي لم يصله شيء، شتمت عرضي لم يصله شيء، سامحك الله. هكذا فليكن ديدا الجميع، أن نتسامح، أن نتصافح دون أي ضغينة أو حقد. ليكن هذا شكرا لله عز وجل على هذا النصر. الشيء الآخر، المؤسسات هي ملك للعامة، ملك لنا جميعا. فالذي سولت له نفسه أن يأخذ شيئا من أموال المؤسسات، المكاتب العامة، الإدارات، المدارس، الفرن، غيره، من سولت له نفسه أن يأخذ شيئا فليرده، يجيبه على الجامع. أخي، سلاح أخذته جيبه على الجامع، لأنه كما تعلم يا مسلم لابد من أن يكون قد رآك أحد. فإذا أشير إليك سيفتش البيت، فإن وجد عندك ستنال الجزاء. أما الآن فأنت إذا استحوذت على شيء بخطأ، بقصد، بغير قصد، رده، جيبه إلى المسجد وعفى الله عما مضى. لا أحد يقول فلان أخذ وفلان جاب. إذا أتمنى من كل شخص وقع في هذا الخطأ أن يتراجع عن خطئه وأن يرد هذه الأشياء لتعود إلى ملكها الحق، هو ملك للعامة جميعا. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم ربكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن الستة الباقين من العشرة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وأصلح فساد قلوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا.
اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة والمشركين، اللهم عليك بروسيا وأمريكا والصين، اللهم عليك بالكفار والمشركين. أرنا فيهم يوما أسودا كما أريتنا بهذا النظام اللعين. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.